السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين في الدنيا، أهلا بيكم في مطبخ ياسمين. عملت العيش الشامي، عيش تحفة. شايفين من جوه عامل ازاي؟ ما بياخدش دقيقة واحدة على النار، من فوق كمان على الطاسة مش في الفرن. ريحته جميلة جدا وطعمه جميل جدا، يشبه الكماج شوية. بس حلو قوي قوي قوي، كفاية ان انت خبزاه في البيت. طبعا الخبيز ده حاجة حلوة قوي. جربوه بالوصفه اللي انا هقولها لكم، المكونات اللي انا هعملها لكم بالظبط، ان شاء الله يطلع معاكم تحفه. لو عايزين تعرفوا عملت كده ازاي، شوفوا تابعوني لاخر الفيديو. العيش بقى عندنا كده حلو قوي وبسيط ومكوناته سهله وطريقته سهله قوي قوي، بس يعني لازم يتعجن كويس. دي اهم خطوه في العيش. مكوناته بقى عندنا كيلو دقيق، عندنا معلقه كبيره خميره فوريه او خميره اللي هي البيره بتاعت الافران، دي بتبقى جميله قوي. عندي ده اختياري بقى، لو عايزه تحطي اللبن البودره والحبه البركه دي حطيها، مش عندك ما تحطيش، براحتك يعني. عندي ميه دافيه للعجن على حسب ما الدقيق بتاعك هياخد ميه. عندي ملح وعندي معلقه سكر وعندي بس معلقتين كبار زيت ومعلقه خل، بس مش هعمل اكتر من، مش هحط اكتر من كده. هحط بقى الخميره، هحط كل المكونات على بعضها. الخميره لو انت عايزه تخمري الاول الخميره تختبريها، لو انت مش ضامنه هي كويسه ولا لا. خمريها الاول في شويه ميه دافيه كده ومعاهم شويه سكر، وسيبيها تخمر. بعد كده حطيها على العجين براحتك، اللي انت عاوزاه. يعني هحط معلقه ملح، وهحط معلقه سكر علشان تفعل الخميره. وهقلب كده المكونات دي كده مع بعضها. المكونات الجافه كده كلها خلاص مع بعضها هقلبها. حابه بقى تضيفي شويه بيكنج باودر تمام، مش حابه بس هو يعني ما مش لازم قوي. انت حاطه خميره وضامنه ان الخميره كويسه، مش بارده، هيبقى معاكي كويس ان شاء الله. هتحطي بقى معلقتين الزيت، معلقتين كبار زيت. ما تكتريش الزيت علشان العجينه ما تنفش معاكي، لو كترتيها هتبلط منك. ونحط معلقه الخل، ونحط بقى الميه ونعجنه. اهم خطوه في العيش ده ان انتي تعجنيه كويس، والميه تكون دافيه ما تكونش سخنه عشان ما تموتش الخميره، تكون دافيه بس تستحمليها كده على ايديكي، ما تكونش سخنه. هنعجن بقى كويس العجينه بتاعتنا كده كويس كويس لحد لما تلم معاكي. لو احتاجت ميه تاني حط لها، لو زودتي الميه شويه عنها زودي شويه دقيق. خلاص هلم بقى كده العجينه واعجنها حلو. تعجني بقى فيها، شايفين هي لمت والطبق اللي انا بعجن فيه نضف، وايدي برده ما فيش فيها دقيقه اهو. بس انا عايزه تعجني برده كتير، يعني اهم خطوه في نجاح العيش معاكي او اي معجنات معاكي انك تعجني فيها حلو. العجينه مش بس يا دوب تلم المكونات كده وخلاص، لا، هي عايزه تعجن حلو كويس. فاعجني بقى فيها كده لحد ما تلاقي العجينه طريه معاكي كده وحلوه. شايفين عامله ازاي؟ شايفين اهو. هعجن بقى فيها كده شويه، وبعدين اغطيها بستريتش واحط عليها فوطه واسيبها في مكان دافي تخمر معانا بقى، وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه. كده العجينه سبتها خمرت وبقت جميله جدا اهي كده. عندي بقى ورقه زبده زي دي. هاخد بقى كده العجينه واعملها بقى كور صغيره على حسب ما انتوا عايزين بقى ايه رغيف العيش اللي انتوا عايزينه. شايفين معجونه كويس والخميره بتاعتها حلوه، شايفين عامله ازاي جميله جدا. ودي اهم حاجه في العيش او في اي مخبوزات بتعملوها. ممكن تعملوا بيتزا مثلا تكلفوها حلوه قوي، وبعد ما تكلفوها تلاقوها طعمها مش حلو علشان العجينه مش مخدومه كويس. فهعملها بقى كده كور صغيره كده اهو. هرش بس كده هنا رشه دقيق خفيفه، وهبتدي بقى ايه اعمل بقى الكور العجين على حسب ما انا عايزه قد ايه الرغيف بتاعي. وهحطهم كده ايه بالترتيب علشان هنشتغل من الاول حاجه اللي احنا عملناها. يعني احنا هنبتدي بدي، فاهمين، تكون لحقت خمرت شويه. تاني بعد ما احنا عملناها كده، فهنبتدي بقى من اول هنا.
خلاص هرصهم كده. نكمل بقى كل العجين وبعدين نشوف بقى هنفرده ازاي. خلصت كده كل تشكيل العجين، هغطيه بس بفوطه كده علشان ما ينشفش معايا. وهبتدي بقى ان انا ايه، ارش كده رشه دقيق وابتدي اشتغل بقى. اول واحده انا عملتها كده القرصه دي، هبتدي ان انا اشتغل بيها هي اول واحده كده. هرش رشه دقيق وافردها بالمردانه كده. بالراحه طبعا، هو كل اللي موجود اللي لسه هنا ده، كل طبعا ما يقعد شويه هيبقى اسرع في الفرد معاكي وهيبقى حلو جدا. انا مش عايزاها تخينه ومش عايزاها رفيعه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. برضو هسيب دي برضو اول حاجه، وابقى عارفه ان انا بستخدم من هنا لحد علشان هي اللي ابتدي بيها الخبز ان شاء الله. اخد بقى التانية وهكذا لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي. هنسوي بقى العيش ازاي على مقلايه كده تيفال، على نار تكون عاليه، مش ضعيفه ومش عاليه قوي برضو، بس تكون عاليه والطاسه تكون سخنه جدا. هنزل بقى كده بالعيش بتاعي وهسيبه مش هحركه لحد ما يظهر له كده فقاعات صغيره. اقلبه بقى على وشه. طب لو انت مش عايزه تعملي الرغيف، مع ان كل رغيف مثلا ما بياخدش دقيقه على النار، بس لو انت عايزه تعمليه في الفرن، سخني الفرن قوي برضو، وعلى الصاجه اللي تحت كده نزلي بقى العيش كده واحده واحده، او زي ما انت عايزه. لو تقدري تعملي اكتر في وقت ده تاخدي بالك منه، وهتلاقيه بسرعه انتفخ معاكي فتشيليه، يبقى جميل جدا. وكانوا زمان بقى يقولوا ان الخبيز، شايفين الاول ده انتفخ اهو، هقلبه على على وشه او على ظهره اهو، وهسيبه بقى ايه، هتلاقيه دلوقتي بينتفخ. كانوا زمان بيقولوا ان الخبيز في البيت بركه، فعلا هو كان بركه. لما نلم اولادنا كده ونعمل بقى عيش، نعمل بيتزا، نعمل فطاير صغيره، بيبقى حلو قوي وبتبقى ذكرى جميله لما بيكبروا بيفتكروها. انا كنت بفتكر، انا لسه فاكره دلوقتي برضو لما كانت تيتا الله يرحمها تعمل تخبز وكده، وكنا نتلم حواليها وعايزين بقى عجين نلعب بيه وكده، كانت بتبقى ايام جميله. فالعيش شايفين اهو بينفخ، النار عاليه مش واطيه، وانا حطيته على طاسه تكون سخنه اهو، بينفخ معاكي اهو. مهم. بيبقى تاني قلبته كده خلاص على وشه تاني، شايفين اهو نفخ بقى جميل، بقى جميل جدا اهو. ما خدش معايا نص دقيقه كمان على النار. هشيله وارجع احط غيره برضو على الطاسه وهي سخنه. انا مش هدهنها اي حاجه خالص، ولا هعمل فيها اي حاجه خالص، بس كده لحد ما ينتفخ من الجناب. اقلبه تاني وهكذا لحد ما الكميه اللي عندكم تخلص. ما بياخدش اي وقت وطعمه تحفه جدا جدا جدا. جربوه بجد هتعجبكم بنفس المقادير اللي انا عملتها. حبيتي تضيفوا لبن بودره تمام، ما حبيتوش انا يعني ضيفاه يعني زود القيمه الغذائيه للاولاد او لينا. لو انتم مش حابين ده خلاص يبقى بميه عادي وخميره، مفيش فيه اي حاجه في الدنيا. هقلبه اهو، انتفخ اهو، بدأ يطلع له فقاعات. هقلبه. حابه اوريكم بس تاني رغيف عشان اقول لكم ان الطريقه سهله جدا وما تخافوش منه خالص. لو هتعملوا كميه منه، عينوها في الفريزر، ما تسيبوهاش في التلاجة، لان يعني لو قعدت يومين ثلاثة كده هتفتل معاكي. فعيني منها يعني، قسمي لو هتعملي كمية كبيرة قسميهم على اجزاء في كيس في الفريزر. هي ايه هيعمل معاكي. وطلعي بقى كيس، كل كيس على قد ما انت بتستخدمي، يفك من الفريزر، بيبقى زي كانك لسه عاملاه طازه زي الفل. وبرده كذلك العيش الفينو، اي عيش عندك اعمليه كده بيبقى حلو قوي. شايفين اهو بينفخ اهو، جميل قوي بقى لما تشوفي العيش كده اللي انت خبزاه بينفخ، دي حاجه حلوه قوي. شايفين اهو. اقلبوا بقى كده وبس كده، وهكذا كملوا بقى لحد اخر رغيف عندكم. كده عملت العيش اهو، شايفين بالطريقه دي كله عملت في الطاسه، بجد جميل جدا. شايفين
عامل زي الكماج كده، بس طعمه جميل قوي والله. شايفين كله مفتح جميل قوي، ما تقلقوش منه. اعملوه، ريحته حلوه قوي وطعمه خطير بجد. اعملوه جربوه، هيعجبكم جدا، وتكلفته بسيطه قوي طبعا، ما بياخدش وقت كمان. ان شاء الله الوصفه بتاعتي تعجبكم. يا ريت اللي ما عملش لايك يعمل لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه. واشوفكم على خير. باي باي.